النهارده بقى هنعمل حاجه من الاوردرات اللي انا قلت لكم عليها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاول احنا النهارده هنعمل المحشي عشان الكرنب قربت تدبل وما تدبلش. الخضار طبعا بيدبل بسرعه عشان انا ما كنتش حاطاه في التلاجة، فانا هبدا بيها ان شاء الله. النهارده هنعمل المحشي ونشوف مع بعض. قطعناها وعملناها كده وهنروح نسلقها بقى على النار، وهنشوفها مع بعض بعد ما اقطعها ونعمل التسبيكه ونحشي سوا وناكل بقى بالهنا والشفا. وهنعمل جنبها فراخ كده على قد قصه. وتفضلوا معانا والف هنا اللي هيعملوا ويجربوا ويقول لي رايه ايه. يلا بينا نسلق الكرنب الاول. سلقنا الورق، بصوا يعني انا ما سلقتوش قوي، بحبه كده مش مسلوق قوي عشان يبقى مش مهري يعني. الكرنبه صغيره دول كرنبتين على فكره، كرنبتين صغيرين، فانا قلت هعملهم ونحشي اللي نحشيه والباقي هشيله في الفريزر. عشان كده ما دوستش على سوى الورقه قوي، يعني هي الورقه مش مهريه يعني، بس هي الورقه ناعمه وحلوه. اول الشتا كده بيبقى الكرنب حلو والورقه خفيفه ومش تخينه وجميله. بصوا بقى هنقطعه ونجهزه وهنشوف مع بعض هنعمل ايه. طبعا انا جهزته قبل كده معاكم، عارفين بنقطع دي كده وبنقطعها كده، وبعد كده بنقطع ورقه ورقه على قد الصباع ان شاء الله. زي ما انت بتحبي، الصباع كبير الصباع صغير براحتك. هنشوف مع بعض بقى بعد ما نقطعه ونعمل التسبيكه مع بعض ونحشي. كده قطعنا الورق اهو، جهزناه ووضبناه اهو. هنقلي بقى للمحشي ونعمل التسبيكه سوا ونحشي المحشي وناكله بقى بالهنا والشفا. وتفضلوا معانا، خليكم معانا. دلوقتي احنا قطعنا الورق وحضرنا ورق الكرنب وهنبدا بقى في التسبيكه بتاعه المحشي. احنا قطعنا البصل، انا بحضر زي ما انتم عارفين، بحضر البصل وبضرب الطماطم وهتلاقي نفسك الموضوع بقى سهل. هنحط بقى زيت ومعلقه سمنه. نحط زيت كده، نحط بقى معلقه سمنه. تحطي حبه زيت وحبه سمنه بتدي طعم للمحشي، بيحليها كده. سلام بقى لو سمنه بلدي. كده معلقتين سايحين، يعني معلقه كبيره. تمام، كفايه خالص كده. نحط بقى حبه ملح، حبه ملح، حبه ملح، مش الحياء كله، الملح بس عشان يدي ايه نكهه للبصله، ما تبقاش البصله يعني ايه. وحبه كمون طبعا، وهنحط حبه كمون وحبه شطه. حبه شطه بقى دول زي ما انتوا عايزين، احنا كده كده هنحط شطه تاني يعني، بس انا بحب الشطه في الاكل. احنا بنحب الحاجه مشطشطه. لما بيكون عندنا بقى حد كده ما بنحطش بصراحه شطه كتير في الاكل، بس انا وولادي كده كبار وبيحبوا الشطه يعني. انا بقى الزيت قليل بصراحه. والمحشي بصوا، عايزين المحشي يبقى مفلفل وحلو، كتروا الزيت اهو. هو المحشي كده عشان المحشي بيحب الإدام بتاعه. كانوا ماما الله يرحمها كانت بتقول لي الإدام على الزيت او السمنه. بصوا الإدام بتاعه يبقى زيت كده علشان تبقى ايه التسبيكه حلوه ومفلفله كده وما تبقاش ناشفه كده ووحشه. فاهمين؟ هتشوفوها دلوقتي لما تتسبك معانا. احنا بقى اما البصله تتحمر كويس قوي، انا ضاربه القوطه في الخلاط وهطشها، بس مش دلوقتي خالص. هوريكم لما تتحمر هتبقى شكلها ايه. كده هنحط الطماطم. بصوا المرحله دي انا مش عايزاها تحمر قوي كده، حلوه لونها قوي، واللي عايز يسبك قوي برده بس هي كده بتبقى احلى وطعمها مسكر. نطش الطماطم كده. ما الطماطم تتسبك بقى هنلف المحشي مع بعض، واحلى حبه محشي احنا بنعملها. التسبيكه دي ما حدش بيعرف يعملها على فكره، مش اي حد يعني بيعرف يسبك للمحشي. بيطلع مش يا اما مش احمر قوي. انا لسه هحط قوطه تاني، خلي بالكم انا هحط طماطم تاني
ولما تتسبك احنا مقطعين الورق ان شاء الله كده وهنحشي مع بعض. خليكم معايا لما نحشي مع بعض واوريكم المحشي بيتلف ازاي بكل سهوله وبكل يسر. ويا رب وصفاتي تكون بتعجبكم، وما تنسوش تصلوا على النبي بالتعليقات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يلا واشوفكم بقى واحنا بنلف المحشي. ما تنسوش اللايك، اللي ما داس اللايك لغايه دلوقتي ينزل يدوس اللايك لو سمحت. كده التسبيكه خلصت. بصوا لما الزيت يطلع على الوش كده تعرفوا ان التسبيكه كده خلصت. كده انا طفيت عليها وهغسل الرز وغسلت الخضره وخرطها، وهنحط بقى الخضره على التسبيكه والرز ونقلب ونحشي مع بعض، وهناكل احلى حله محشي النهارده. يلا اشوفكم بقى وانا بحشي، هوريكم بيتحشي ازاي. اهو حطينا الصلصه على الخضره وعلى الرز. هنقلب بقى كويس. هنحط صلصه تاني، احنا هنحتاج صلصه تاني، هنحط مش هنحتاج اهو. انا بس مش عارفه اقلب عشان هقلبه واوريكم. احلى خلطه محشي اهي باينه. بصوا حمرا جدا، بس الكاميرا مش موضحاها برضو. حمرا جدا جدا. بصوا هوريكم. شايفين الصوص تحت؟ شايفين صوص زياده، بس هو الكاميرا تقريبا مش جايباها حمر قوي، بس هي حمر قوي. التسبيكه بقى اتسبكت حلوه وكده، وهنحشي بقى مع بعض. انا قلبت كله، قلبت الخضره مع الصلصه مع الرز، وغسلنا الرز كويس واهو الخلطه مع بعض اهي. هنبتدي بقى نحشي المحشي. يلا مع بعض نحشي. بصوا بقى يا حبايبي اهو الورق. الورق اهو بصوا اللي احنا حطيناه في التلاجة قبل ما خلصنا ووضبناه اهو. هنحشي بقى له الكروم. انا عملت في نفس الحله بتاعت التسبيكه وسبت الصوص كده الباقي يعني اهو. استنى اوريكم بقى انا بلف ازاي. الورق ده قدامي بس كده. بصوا نحط حبه الرز. الخضره كتيره وايه. بصوا اهي. في ناس انا اعرفهم بيلفوا كده. استنى اوريكم الارياف وكده، معرفش والله بيلفوا كده ازاي. حاسه ان الصباع مش ماسك نفسه، انما اللفه بتاعتي اللي هي من قدام ايدي كده بحط الرز اهي. احط الرز من قدام ايدي وابرم بقى، وصبعي ده ساند الصباع اهو. شايفين اهو الصباع بقى ماسك نفسه ازاي. انا بقى ما برصش الحله، انا برمي كده في الحله على طول اهو. حتى وانتي بترمي الصباع ما بيجرالوش برضو اي حاجه، ماسك نفسه وجامد اهو. بصوا برميه في الحله كده اهو. بصوا زي ما هو شايفين اهو. هنحشي بقى مع بعض كل الكميه كده ولما المحشي يخلص هوريهولكم. يا رب اكون بفيدكم، ويا رب اكون بعرف اوصل المعلومه اهي. تمام. بس هنحشي بقى بقيه المحشي كله واسويه، وانا بزوده برده هوريكم بحط الشوربه قد ايه. يلا خليكم معايا برده. زودنا الشوربه اهي. بصوا الشوربه تبقى باينه كده عشان احنا بنحبه طري في صوص، يعني مش بنحب الصباع بصباعه. لو انت عايزه الصباع بصباعه قللي شويه، ما تخلوش الشوربه تبان كده. انا فاهمه مبينه الشوربه شويه اهو الشوربه مغطيه عشان بس. هيغلي غلوتين وهوطي عليه النار لغايه لما يستوي، ولما يغرفه هوريهولكم. عملنا حنه كمان صغيره اهي، هنشيلها في التلاجة ليوم تاني. ويلا بينا نشوف المحشي اما استوى. المحشي اهو استوى وهطفي عليه وهناكله بألف هنا وشفا واعملوه وجربوه. المحشي في الشتاء بقى احلى حاجه في الدنيا الساقعه، والساقعه ابتدت بقى، والمحشي والعدس والحاجات الحلوه اللي بتدفي دي. يلا اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.